حضرة القاضي، نعم. أنا عندما أتكلم ترى أنا أخوك بمعنى أخو العراق، أخو الأمة. عندي الإعدام وقندرة أي عراقي، ما خاف من الإعدام ولا خاف من أما بالكون فتعرفوني. ما حد يشرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليه. هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح أسأل، وأنا خدمتكم 30 سنة. نحن أمام قضية جنائية، إذا عندك أسئلة أو مداخلة في هذا الموضوع. بيني مجال لا تقاطعني عن نفسي، أنا دافع عنكم. يسمح له يدخل فايلات، لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يتذكره حتى يوصلوا للقضاء عليه. سيادة القاضي يريدكم رماح وسيوف لوجه الأعداء، وأنا فيها هنا لا أدافع عن صدام حسين. سبق أن قلت أن نفس صدام حسين أكبر من أن يدافع عنها حتى صدام حسين. حتى لو كان أحد منكم لا يصلي، في دستور الدولة، سواء الدستور اللي وقعه صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين، الإسلام دين الدولة. أنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل. لا، لم تهمل، لكن الشاهد كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل رب العالمين، يؤجل حق رب العالمين ويسمع لإفادة. يتحدثون عن الغرف التي ليس فيها شبابيك. الجلسة السابقة مو حتى أحرجك ولا حتى أحرج أحد، طلبت انه احد يجي يشوف الغرف اللي مسؤولين بيها الان في الديمقراطية الامريكية. كل اذى اصيب به عراقي انا قلبي يوجعني مثل ما يوجعه، مو خوفا لا منه ولا من اي بشر، انا بس من الله خاف، وانما هذا هو شعوري. فاي شيء اذى حصل على السادة اللي يتحدثوا هو خطأ، واللي قام به طبقا للقانون لازم ياخذ حقه. لكن هذا حصل في دولة من بلدان العالم الثالث كما تقول أمريكا، وقبل 25 سنة. لكن ما الذي يحصل الآن؟ الآن هل أحد ابتداء من صدام حسين إذا كل الحضور لم يضرب وليس فيه علامات للضرب حتى يومنا هذا من واجب المحكمة تتأكد منه حضرة القاضي، سواء الآن أو فيما بعد. هو سأل هل تعرضت إلى الضرب؟ أنت إذا عندك شيء من هذا القبيل اكتبها وقدمها للرئاسة. لا من فضلك، الوقت هذا من فضلك، أنا مو طالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريد هدية ولا لك ولا لأي واحد. قاطعني واستمر بالكلام ما سكته، لكن هو سأل سؤال جوابي نعم ضرب، وفي كل مكان من جسمي وآثارها موجودة حتى يومنا هذا، انه نعم ضربنا ومن قبل الامريكان وعذبنا. هذا الرجل يقوم يقضى بالحيط حتى ما يقع، لأنه بخامس البنادق على رقبته إلى أن سقطوه. ياك سقطوه، هاي برزان سقطوه، يعني منه أبو نادية إلا طلعوا عظام رجليه.
لم أمارس المحاماة. أنا تعرفوني أحط النقاط على الحروف في السياسة وفي غير السياسة. ولذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين، ويكذب البيت الأبيض مرة أخرى، وهو كذاب رقم 1 بالعالم، مكشوف، لأنه قال في العراق كيمياوي وعلاقة مع الإرهاب، ثم صرح لاحقا أنه لم نعثر على شيء من هذا في العراق. فأريد أقول أيضا صرح قال أنه اللي قاله صدام حسين مو صحيح. طيب أنا ثبتت هذه الإصابات اللي أصابتني أمام 3 مجموعات طبية أمريكية على التعاقب، طعن برئيسكم ل35 عام. فإذا معناه أن العراقيين قبلوا شخص كذاب، والعراقيين ما يقبلون بالكذاب، ولذلك يرفضون الكذابين الآن. لكن صدام حسين بالديمقراطية الأمريكية التي فضحت هنا في العراق العظيم، ساعته حرم عليه يلبسها. هاي مو ساعته، الساعة اللي كانت بيدي نصوها سرقوها من وقت، ما في ساعة كانت. بنتي حد بناتي اللي شردوا أهدت لأبوها ساعة، فهاي الساعة منعوها على صدام حسين يلبسها حتى بس تقارنون. والدشداشة اللي كانت عليه شقوها طوليا حتى في نظرهم أنهم يسيئون إلى صدام حسين، يصغرون من شخصيته. شخصية صدام حسين ليس باللبس، هذا عار عليهم. أما صدام حسين فهذا يكبره ما يصغره، فقط حتى يسمع المتهم، مع أنه مشتكي هو العفو المشتكي. ايه هي ترهم المشتكي والشاهد يسمع ليعمل مقارنة، مع أني أنا لم أقتل بوش. سيادة القاضي، القاضي هناك اكو فلسفة لدي يضحكون ويشتمون. على حال سيدي بردان، خلى القرود يضحكون. الأسد ما يهمه إذا قرد فوق شجرة يتبسم عليه. تمام. فاهدأ، خلى أخوك ما يدير بال شغل هذه الفقاعات. السيد أحدهم أظن سيدي هنا بالادعاء سمى حزبنا العظيم بالدموي، وصفه بالدموي. فالذي يوصف حزبي وأنا من سر قائده، أنا أعتز إني قائد الشعب. أنا لا يهمني أن يأتي في ريل حيشاك انت وحيش من هو يتناقض معه، أن يجلس هنا ويحاكمني طز عليه قلت المصريين وعلى كيان الهزيل، أو لو يجي بوش ويقعد هنا ويحاكمني ما يهمني، طز عليه وعلى كرسيه وعلى أبوه الذي